السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كيفاش دايرين؟ كيفاش دوزتوا نهار رمضان اليوم؟ عواشر مباركة ورمضان يدخل عليكم بالصحة والسلامة والصحيحة، باش ما تمنيتوا لكم ولوليداتكم وجميع عائلاتكم وجميع المسلمين فين ما كانوا، وجميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب وجميع الدول العربية يا ربي كافة. اليوم البنات جبت لكم واحد الطورطة اللي هي رائعة كما كتشوفوا امامكم. المنظر يا سلام، المذاق ما نقولش لكم، مذاق روعة وشهوة منه. كتجي ما نقولش لكم، وإلا تبعتوا المقادير وطريقة التحضير غتعجبكم هاد الطورطة وسهلة. ودائما حنا كنبغيو شي حاجة اللي هي تكون حلوة في شهر رمضان الكريم، كتجي زوينه وكتجي بنينه وغادي غتعجبكم. وإلا جربتوها بهذه الطريقه اللي انا درتها غتعود معتمده عندكم، اللي هي درناها اول نهار في شهر رمضان. الله يدوم علينا بالصحه والسلامه، لا فاقدين ولا مفقودين. نتمنىكم البنات والميمات الاخواتات جدواتنا جميع الناس فيما كنتوا تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا البنات كيفاش بقات متماسكه ورائعه، وشوفوا داك البسكوت وداك الزبيده اللي انا خلطتها بها جات روعه ما نقولش لكم. وهذا الديكور اللي انا درته بداك المول ديال السيليكون جا شهوه منه، كيحمق يعني زوين بزاف. نتمنى يعجبكم البنات هاد الطورطه اللي انا شاركتها معكم، وتبعوا معنا المقادير وطريقه التحضير وندوزوا المقادير ان شاء الله البنات. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. بسم الله على بركه الله، وندوزوا المكونات ان شاء الله. وتبعوني يا البنات الكوزينه. بسم الله، اللهم صل على محمد. بسم الله على بركه الله. عندنا كما شفتوا 4 الباكيت ديال البسكوتو اللي هما فيهم الشوكولاط مميزينه، وعندي فلو ديال البنان ولا اللي بغيتو نتوما. غنحتاج منه 3 البوستينات، عندي نص كاس ديال الحامض وجوج كيسان ديال الليمون، 4 المعالق ديال السكر او 3 على حساب المذاق، وعندي نص كاس ديال الزبده اللي غنحتاجو لداك الخليط ديال البسكوتو اللي حنا غنعجنوها به. وغنزيدوا عليه واحد المعلقه حتى 2 معالق ديال الكونفيتور باش تجيكم واحد ديك العقده، هذيك العقده ولا هذيك الطورطه اللي غنديروا ليها واحد بحال البسكوتي، واحد بحال الكيك، بحال كيفاش غنفسر لكم، يعني اللي غنديروا ليه الطبقه التحتانيه كتجي لذيذه. المهم كندوزوه في الهاشوار ولا في الطحان اللي عندكم، وكنجيبوا نصف كاس ديال الزيت كما شفتوا، وكنرجعوا بالنسبه للطحين كنرجعوا نطحنوا عاوتاني. كنجيب كونفيتور اللي عندكم، انا عندي ديال المربى ديال الفريز، وكنزيد واحد المعلقه حتى المعلقه ونص حتى 2 معالق. كتجي يا سلام ما نقولش لكم البنات، كتجي روعه وكتجي متماسكه ودغا كتصدق لكم. كما شفتوا معايا راه المقادير والمكونات عندكم البنات، وحتى اللي ما عندهمش يا ربي الله يسهل عليهم والله ييسر لهم في هذا الشهر. شوفوا البنات كيفاش يعني ملي طحنتها بديك الزبيده وبهذاك الكونفيتور تجمعت لينا. كنجيبوا هاد الكارطه فورنو، الورق الغذائي اللي هو ديال الفرن. كنجيبوا هاد المول، اي مول عندكم استعملوه اللي هو كيكون كيتفتح وكيتسد. كنجيبوه كنركبوه على داك الطبسيل اللي كيكون الوسط باش ما يلتصقش لينا داك الطورطه ولا ديك العقده اللي حنا غنديروا ديال البسكوت. شوفوا البنات كيفاش كتجي، وشوفوا اللون تبارك الله، يعني كتجي متماسكه ودغاك كتصدق معكم البنات. والله البنات غتعجبكم، ونتمنى البنات اللي عجبها هذا الفيديو ما تنساوش اختكم شمس النهار اللي هي اختكم، والقناه قناتكم الفضل الله سبحانه وتعالى وليكم وتكبر بكم وتعم الفايده على الجميع. واعطيوني شي لايك وشي ابوني وشي اشتراك والبرطاج البنات باش تعم الفايده، وتشجعوني باش نعطي اكثر ونزيد نعطي ان شاء الله. كما شفتوا معايا بعد ما ساليت كنجيبوا واحد القاميله غنحتاجوا فيها ايطرو ديال الحليب ونص ايطرو غنحتاجوه من بعد غنديروا فيه الفلو. المهم حنا كنحتاجوا ايطرو ونص، 3 المعالق ديال النشا هي مايزينا كما شفتوا معايا البنات، 3 المعالق اللي انا درت. غنزيد السكر تا هويا 3 معالق ولا 2 معالق لكم الاختيار، ما كتكثروش السكر.
بسم الله. معلقه الاولى، الثانيه، الثالثه. بالنسبه لنا حنا عندنا السكر في جا عندنا السكر في داك الفلون كاين فيه السكر، وحنا ما بغيناش الحلاوه تكون زايده بالكثره، بغيناه يكون مزيان وحتى ملي ناكلوه ما يضرناش على ما يثقلش علينا. وبالنسبه الفلو اللي هو داك نص يطرو ونص كنحيدو منه مقدار كاس ديال الحليب، وكان نصبو فيه هذاك الفلون ديالنا وكنخلطوه بين ما وجدنا داك الكريمه اللي حنا درناها في داك الاطرو ديال الحليب او اطرو وشي حاجه. المهم حيدنا شي كاس ونصف من داك الاطرو نص. كنجيب هاد الكاسرونه ولا هاد الكاميله اللي غندير فيها الحامض وجوج كيسان ديال الليمون وبوستينه وحده، باكيه وحده اللي هي ديال الفلو، حتى هي غنصايبها، هي اللي كنصايبوا بها داك المول اللي هو ديال السيليكون، كنصايبوا بهذاك الديكور اللي كنا درنا من الفوق، كيجي رائع وزوين. المهم هنايا كما شفتوا معايا درت الحامض ودرت الليمون، يمكن لكم تزيدوا شي معلقه ديال السكر الا بغيتوا. بالنسبه لنا حنا عندنا العصير ديال الليمون حلو، غير داك الحامض بغينا نهرسوه بالليمون، كيجي واحد المذاق يا البنات رائع وجميل. ما نقولش لكم على المذاق كيفاش كيجي، روعه منه والشهوه. الا عجبكم ما تنساونيش البنات من اللايك والبرطاج. الله يجزيكم بخير، وكنشكركم بزاف. اللي دخلت عندي كنشكرها، واللي ما دخلش عندي حتى هو كنشكره. وشكرا لكم بزاف على الدعوات اللي كيدعيو معايا. الله يجزيكم بخير، انا كندعي معكم وكنحبكم وكنبغيكم في الله. ختكم شمش النهار 100 عام عيسى، كتموت عليكم البنات. كان ملي كنديروا داك الكاسرونه ولا ديك الكاميله في داك البوطه نديروا نار مهيله وكنستمروا في التحراك، ما كنزقوش من التحراك. كيشوفوا معايا انايا راه ما زقيش من التحراك، كنحرك هذه وهذه باش ما يتحرقش لنا ديك الكريمه ولا ديك المايزينا. من بعد من نبغيو نديروا داك الفلو ما تسيبوش تحرقت. المهم بعد ما طاب ليا داك الكريمه ولا داك الفلو اللي هو ديال الحامض والليمون كنحيدوه. كنجيب داك الفلو اللي انا خلطت مع الحليب، وكمن بعد ما ساليت كنجيبوا الطبقه الاولى اللي حنا درناها في الثلاجه بعد ما بردت واحد نصف ساعه ولا لكم الاختيار، دغيا كتوجد. انا ما تعطلتش فيها، كنجيبها وكنصب وكنخليها تبرد شويه عاد كنديرها في الثلاجه. المهم داك اللي سميتو اللي صايب داك الفلو اللي صايبت الاخر اللي صايبته بالفلو وبالحامض والليمون، كنجيب هاد القوالب اللي هما ديال السيليكون اللي هما منظرهم زوين، اللي هما جبتهم الصراحه من المغرب. كاين هنا ولكن في المغرب الصراحه كاين مولا ديال السيليكون كاين زوينين. جبت معايا يمكن جوج ولا ثلاثه. الله نتمنىو نرجعوا لبلادنا بالصحه والسلامه، عام اخر ونشوفوا رجع مرة أخرى ونشوف الوالدين والحباب ونخليه يبرد حتى هو حتى يشدنا في راسو. بعد ما دخلناه الثلاجة انا ما نكذبش عليكم ساعه اللي خاضت معايا ديال الوقت، يمكن لكم ديروا نتوما ساعتين حتى تتماسك مع بعضياتها مزيان. كنشوفوا مع داك المول اللي حنا درنا فيه داك العصير ديال الحامض وديال الفلو، درتهم انا في الفريغو مباشره حتى بردوا مزيان. ومن بعد غنزين بهم. وهذه هي الطورطه بعد ما زينا ديال الطورطه بعد ما زيناها بالبيستاج وهذاك الفانيد اللي هو كيكون